اهلا وسهلا بكم في كرويات كروي. معكم امجد. لايك سبسكرايب للقناه لو سمحتوا. لايك سبسكرايب عشان نتابع معكم اكتر ونعمل ريتش اكتر ونتفاعل معكم. ولو اي حد عنده تعليق يكتبه اسفل القناه. طيب هنبدا اخبارنا بسرعه، نقول الاخبار بسرعه وبعد كده نقولها برضه فيديو مش طويل عشان ما نطولش على حضراتكم. ثلاث طلبات من جمهور الزمالك للمجلس: بقاء مهاجم الزمالك والتجديد له. بادجي ومحمد اسماعيل الى اين؟ جاكسون موليكا لنادي السعودي. مفاضلة بين عمر فرج وعدي الدباغ ومحسن بوريكا في الأهلي. انقسام حول القندوسي. طيب طلبات جمهور الزمالك. قلقان من ماتش السوبر، لأن ماتش السوبر قبل كده لما كان في السعودية حصل استياء من جمهور الزمالك من بعض الامور انتوا عارفينها كلها، وحصل يعني الزمالك تعرض لظلم والناس كلها شافت الكلام ده. فثلاث طلبات من جمهور الزمالك طالبهم مجلس الاداره كابتن حسين لبيب حتى تتم يعني جزء من مصالحه الجمهور مع مجلس اداره الزمالك بقياده كابتن حسين لبيب. طيب لايك سبسكرايب لو سمحت. نقول تاني لايك سبسكرايب. طلبات جمهور الزمالك: اول طلب ان الفار الالكتروني يكون شغال الالي، في فار الي شغال كان المفروض في الماتش اللي فات في السعوديه وكان معطل ومحدش يعرف الاسباب ولم يتم الاستعانه به، وتم الاستعانه بعناصر بشريه وحصل خطا في الهدف اللي هو اتهزم به الزمالك، وكان معروف ان هو الهدف غير سليم وتم احتسابه بعامل بشري. فهم الزمالك وجماهير عايزه ان يكون الفار آلي. الفار الآلي ده بيكون معمول نظام كمبيوتر لا وجود لعامل بشري، فبيبقى هو سواء صح أو خطأ بيبقى ما فيش ظلم لأي نادي. الطلب الثاني ان التذاكر تتساوى 50% للزمالك 50% للأهلي. ده كله بنتكلم عن السوبر الأفريقي اللي مقرر إقامته في المملكة العربية السعودية. يبقى طلبات الجمهور 50-50، ده الطلب الثاني. الطلب الثالث: الحكم يكون من حكام الصفوة، يكون حكم معروف وليس مغمور، او ليس مثلا حكم يكون ضعيف فنيا او في يعني اي خلل يخصه. فالزمالك الجمهور طالب ان يكون حكم من حكام الصفوة اللي بيحكموا ليهم صيت قوي ومن حكام الصفوة الدرجة الأولى وبيحكموا في كأس العالم، حكموا في كأس العالم قبل كده. ثلاث طلبات: يبقى التذاكر وحكام صفوة والفار الآلي. دي طلبات الجمهور. سيف الجزيري من اللعيبة المميزة، لو مستواه متذبذب لكن في الماتشات الكبيرة بينجز وبيبقى قوي وبيفرق. عمل كده مع ماتش الزمالك والأهلي اللي فاز فيه الزمالك 2-1، عمل كده في الكونفدرالية في أكتر من ماتش بأهداف بتاعته، وخاصة الهدف اللي هو كان قدام الفريق المغربي وبسبب الزمالك أخذ الكونفدرالية. لعيب بيعرف ياخد ضربة جزاء، لعيب مراوغ، لعيب ذكي بيعرف يوقف صح، بيحضن على الكورة، بيلعب على أخطاء المدافعين، بيتحرك بذكاء، بيلعب بالهيد هيدر جود هيدر، بيصنع فرص لزملائه مكسب للزمالك، ولعيب لم يثير مشاكل. فبقاء سيف الجزيري مكسب للزمالك، بالإضافة لأن في مهاجم أفريقي وحسام أشرف يبقى عندك ثلاثة، دي حاجة كويسة في الزمالك. بادجي الوكيل بتاع بادجي عرض على الزمالك في حالة ان هو يعني مثلا في صفقات هيجيبها لو ما تمتش ممكن يستعين ببادجي. على فكرة بادجي لعيب حاليا بيأدي مستويات كويسة، ممكن الموسم المنقضي ما كانش موفق لكن اخر الموسم قبل كده كان بيأدي اداء حلو وليه ارقام مميزة، ولاعيب هيدرز ومهاجم كويس ورشيق وبيتحرك حلو في الصندوق، ومكسب لو تم التعاقد معاه نادي الزمالك. اللعيب الثاني معروض على الزمالك مع بيكهام، بإضافة لبيكهام محمد إسماعيل، لاعب عمره 24 سنة، بيلعب في زد، مدافع متميز وأرقامه متميزة، معروض على الزمالك، والزمالك مخليه في الصورة احتمال يضمه مع بيكهام احتمال كبير، برغم إن جوميز والناس مختلفة معاه مش عايز مدافعين، لكن لا الزمالك محتاج مدافعين. عندك الونش راجع من تاني إصابة 2 إصابة صليبي، وحسام عبد المجيد مستواه متذبذب، حمزة المسلوسي مع احترامي ليه وإمكانياته مش في مكانه، فأنت ما عندكش حد غير الناشئين يعني. فالزمالك محتاج 2 مدافعين على الأقل. معاك ماتشات كتيرة ومعاك إصابات ومعاك بطولات تلعبها.
جاكسون موليكا اللي كان الاهلي عايزه وكان كولر يتمناه انتقل للخلود اعاره ليس بيع 700 الف يورو 700 الف يورو لمده سنه. وفي حاله البيع هيتم النادي الخلود هيشتراه من النادي بتاع جاكسون موليكا $1,300,000 في حالة البيع $1,300,000 وكمان الراتب بتاعه مبلغ ضخم جدا بياخده جاكسون موليكا. مفاضلة في الأهلي بين عمر فرج لاعب فلسطيني بيلعب في السويد وعدي الدباغ أحد اللعيبة الأقوياء المهاجمين المميزين ومحسن بوريكا المغربي. في مفاضلة بينهم وبدأ الأهلي يقترب من عمر فرج ويبتدي يتفاهم مع النادي بتاعه. عدي الدباغ بيقول ان هو مش مطروح بس ممكن تكون لعبة او خدعة من الاهلي حتى لا يتم التفاوض معاه من الاندية الاخرى، لان حصل ان الاهلي اتكلم الخبر انتشر تسريبات عن بن رمضان وغيره وتمت مفاوضات معاه ويحيى عطية الله والدنيا وقفت في الاهلي خالص. فواحد من الثلاثة دول عمر فرج عدي الدباغ محسن بوريكا، وانا ما استبعدش ان الاهلي في ناس برضه بتخطط وممكن يخبي وممكن تلاقي لاعب غير الثلاثة دول، لكن دول الثلاثة المطروحين المعروفين في الاعلام. وزي ما قلنا اللاعب اللي كان بيفاوض الاهلي بدل يحيى عطية الله انفردنا باسمه، اسمه محمد امين الشاروني بيلعب في فرنسا، لاعب تونسي سنه 24 سنة. المفاوضات لم توفق لكن الاهلي بيحاول تاني، ممكن فجأة تلاقي الاهلي خلص معاه. انقسام حول القندوسي لجنة التخطيط وادارة النادي الاهلي كابتن محسن صالح والناس اللي معاه كل الناس موافقة ان القندوسي يرجع ومقتنعين بيه، هو افضل من لعيبه كتير في النادي الاهلي. الكولر بيخليه خيار رقم 2 أو 3، بيدور على محمد علي بن رمضان وعايز يدخل في عمر الساعي اللي هو قرب يقترب من الاهلي خلاص. عمر الساعي يقترب بشده من الاهلي زي ما قلنا. فانقسام حول القندوسي، كولر عايز يخليه خيار 2 أو 3. لجنه الكره والتخطيط تفضل عوده القندوسي، لكن القندوسي عايز يبقى اساسي، دي المشكله الجوهريه. كولر رجال ما اقدرش اضمن له مكان اساسي، لكن القندوسي في صدام بينهم. ممكن لجنه التخطيط تنتصر وتنفذ رايها، والاهلي قبل كده ولجنه التخطيط نفذت رايها وعملت على رحيل موديست الى خارج النادي الاهلي. فممكن التخطيط تنتصر على كولر وتعيد القندوسي، ولو رجع القندوسي هيكون مكسب للنادي الاهلي. لعيب مميز وهداف بيتحرك تحركات ذكيه ومهاري، واغلبيه ماتشاته كل ماتش قدام الاهلي بيجيب هدف ومتالق مع فريقه الحالي. دي كانت كل اخبارنا. ما تنساش نعمل لايك سبسكرايب، ولو اي حد عايز عنده اي كومنت اي ملحوظه اي حاجه عايزين نحسن اداء اي شيء اتشرف بكم في التعليقات، ودايما معاكم في كل ما هو جديد. تحياتي لجميع كرويات كروي. لايك سبسكرايب، نقول تاني معلش نقولها كتير عشان الناس تسمعنا هنا. لايك سبسكرايب، تحياتي للجميع والى اللقاء قادم. تحياتي، باي باي. Subscribe.